انت يا استاذ عيب كده، انت بتمد ايدك على واحده ست. الله 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 الله، ايه يا ست يا مفتريه ده؟ حرام عليكي، قدك ده يا وليه. يا ترى مين اللي مسيطر، هو ولا هي؟ مساء الفل يا حلوين. سنة 1985 اتعرض مسلسل اسمه هو وهي، بطولة السندريلا سعاد حسني والفنان أحمد زكي. المسلسل استعراضي غنائي. هو وهي، لا هي وهو. ما تحيروناش بقى يا جدعان، هو مين الأول، هو ولا هي؟ هي استهدوا بالله يا جماعة، انتوا هتتعاركوا ولا ايه؟ شوف أحمد زكي بيقول هو ازاي. شايف القوة والرجولة؟ شوف بقى سعاد حسني لما اتزنقت هتقول هي ازاي. وخليكوا فاكرين طريقتها دي عشان مهمة قوي وهنتكلم فيها قدام شوية. المهم تعالى بقى نشوف العركة دي هتخلص على ايه. طب انت يا حمادة بتقول هو الاول، طب ليه؟ ايه حجتك يعني؟ اول هو ده سيد البيت. ايوه بقى هو ده الكلام، طبيعي الراجل يبقى سيد البيت وسيد الكل وسيد الحبايب حنانا انت. وانت يا سندريلا ليه هي الاولى؟ أولى هي ده الاتيكيت. ما هو صحيح الاتيكيت والذوق بيقول ان هي الاولى. لك مساواة قلنا له يا ريت، أصل التفرقة مش طبيعية. ده المساواة هي اللي مش طبيعية، ما تشوفي طوله وشوفي طولك يا هانم. هو اقوى من هي. ايوه هو اقوى طبعا. هي أذكى من هو. اذكى ازاي يعني؟ اذا كان هو احمد ذكي جدا اصلا يعني، هل انت اسمك ذكية؟ لا ما هو مش بالاسامي يا استاذ، وبعدين ذكية دي تبقى هو اعظم من هي. العظمة لله يا عم احمد. وبعدين هتلر ده دمر العالم وكان راجل مفتري ونازي، ولا انت نازي؟ هي أجمل من هو. لا في دي اموت انا واعيد السنة، هي اجمل طبعا. تنكريش ان الطاووس اجمل من الطاووس. يعني اروح اتقدم لواحدة اقول لها حضرتك انا كنت طاووس واتسخطت بقيت كده؟ حججك ضعيفة قوي يا ابو حميد. ناقص تقولي إن العريس أحسن من العروسة. بص يا ست سعاد، احيانا بيحصل وخصوصا لما العروسة تروح البيت وتقلع المعدات وتغسل وشها. لا أربطي جنبك يا هبلة بالعيال. لا حضرتك كده هبلة فعلا. تربطيه ايه؟ هو ده بيتربط؟ رحلها القطة في ليلة عرسها. طب القطة ذنبها ايه طه؟ أثر الطريق إلى قلب جوزك معدته. اهو ده كلام الناس اللي بتفهم، لو اكلتك لذيذة هيديكي كارت الفيزا. وادي النتيجة بدون كلام ولا نقورة. وايه يعني بكرش؟ ده اللي من غير كرش ما يسواش قرش. بتحبني؟ اهبط بقى اي اجابة مش فارقة. ايوه يا ننوسه. طب قد ايه؟ بسبوسه. بسبوسة يا صباع البقسماط يا معفن. ما تحبنيش بالشكل ده. السندريلا معاها حكاية. ما بحبكيش بالشكل ده. ما تحاولش بقى. اهو قال لي مش بيحبني، يا ناس يخلصكم كده. هي قفشت الكلمة اللي مستنياها وراحت تشتكي للناس. الأغنية دي كاتبها عمنا صلاح جاهين وكاتب المسلسل كمان، وده أيام ما كان الفن هادف وليه رسالة مش بلطجة وقلة أدب. الأغنية بتحكي الصراع الأزلي بين هو وهي. الأغنية جميلة وبتلفت النظر لبعض أسباب المشاكل الزوجية بطريقة لذيذة، ومن أهم أسباب المشاكل دي تدخل الناس في حياة الزوجين والنصايح اللي بتخرب البيوت. في الأغنية بينصحوها تربطه بالعيال، انت كده بتربطيه من رقبته وهيطلع في الروح. حضرتك اللي عنده عيلين ماشي بيكلم نفسه، والغريب ان نفسه كمان بترد عليه، وده من كتر الطلبات والمسؤوليات. صحيح مش هيشوف غيرك لكن كمان مش هيشوفك انت اصلا. وبينصحوا الراجل اذبح لها القطه. ايه بقى حكايه ذبح القطه دي؟ تعالوا احكي لكم ايه اصل النصيحه دي. كان يا مكان كان في ملك وكانت بنته الأميرة عصبية قوي وما بتسمعش كلام حد. المهم أهل المدينة كلهم عارفين الموضوع ده وبيخافوا منها، وعلشان كده محدش عايز يتقدم لها. الملك كبر وعايز يجوز الأميرة ويطمن عليها قبل ما يموت. الملك جاب المنادي وقال له انت يا واد يا منادي، انا عايزك تلف وتعلن في المدينة ان الملك هيدي مكافأة كبيرة ذهب ومرجان وياقوت للي هيتجوز بنته الأميرة. المنادي نزل وقعد يلف في المدينة ويقول يا أهل المدينة الكتيرة، الملك هيدي مكافأة كبيرة للي هيتجوز بنته الأميرة. الناس سمعت الكلام ومحدش اتقدم من أهل المدينة، وكلهم خافوا لأنهم عارفين الأميرة وبيخافوا منها. لكن في شاب فقير راح اتقدم للأميرة، والملك ما صدق إن في حد اتقدم لبنته ووافق على طول وجوزهم بسرعة. المهم الشاب والأميرة أول ما روحوا البيت الشاب قال لها هاتيلي كوباية مية. الأميرة قالت له نعم روح أنت هات لنفسك، ده أنا الأميرة يالا. قام الشاب جاب قطة وقال للقطة هاتيلي كوباية مية. القطة مش فاهمة حاجة وقعدت تنونو، فقعد يزعق
يزعق لها ويقول لها بقول لك هاتيلي كوبايه ميه. الاميره شايفاه بيكلم القطه وقالت انا قلت من الاول انه مجنون، ما هو مفيش حد عاقل هيجي يتجوزني. المهم الشاب قال للقطه يعني مش عايزه تجيبي لي ميه؟ طيب ماشي. راح داخل المطبخ جاب سكينه ودابح القطه قدام الاميره. الاميره شافت المنظر اترعبت وراحت جاريه على المطبخ جابت له كوبايه ميه وقالت له 5 دقايق والاكل هيكون جاهز، حضرتك تؤمر بحاجه تانية؟ ومن ساعتها بقت تسمع كلامه وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. ودي طبعا حكايه اسطوريه بينصحوا بيها اللي داخلين على الجواز عشان يخربوا بيتهم. في واحد بيطلب من مراته كوبايه ميه بتسمع كلامه وبتجيب له كوبايه ميه وترزعها قدامه وبوزها شبرين. وفي واحده تانية من غير ما هو يطلب يلاقيها جايبه له كوبايه ميه وتديها له في ايده وهي مبتسمه في وشه، وبعد ما يشرب تقول له بالهنا، تحب اعمل لك شاي؟ طب اعمل لك قهوه. اصل في فرق بين واحد ذابح القطه وبين واحد مدلع القطه بيلاعبها وبيراعيها ومهتم بيها. في فرق بين واحده خايفه وبتعمل الحاجه غصب عنها وبين واحده مش خايفه وبتعمل الحاجه بقلب وبمحبه، وده طبعا عمره ما بيكون من فراغ، ده بيكون رد على اهتمام ومحبة واحتواء. يا ترى تسمع عن قانون نيوتن؟ بيقولك لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه وعلى خط عمل واحد. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني في واحد بيدلع القطة فالقطة بتدلعه، وفي واحد تاني ضرب طلقة ردت فيه وجت في صدره قتلته. كمية المشاكل الزوجية وكره الأزواج لبعض وخيانات وإهمال وتعدي وبخل فعلا حاجة صعبة جدا. تحس إن أغلب البيوت بقت خربانة مع إنهم كانوا فرحانين ببعض في يوم من الأيام. إيه اللي بيوصل الناس للي بيحصل ده؟ في كام نقطة بسيطة كده هنتكلم فيها، وعلى فكرة أنا بأكد أنا مش خبير ولا بتاع تنمية بشرية ولا أي حاجة من دي، أنا بس قريت شوية وبحاول أفكر معاكم. ما تفكرش خالص، احسن ده حتى التفكير بيتعبني. اول حاجة لازم نعرف مين الاول، هو ولا هي، علشان نفهم. وطبعا لو بنفهم هنعرف ان مفيش حاجة اسمها اول وتاني بين الزوجين. اول وتاني ده معناه ان في طرف والطرف التاني منافس. ده المنافس الوحيد لينا في السوق. المنافس. العلاقة بطبيعتها مكملة مش تنافسية. يعني هو ينفع لعيب يشوط كرة على جونه ويدخل جون في نفسه؟ الراجل والست نفس الفريق، نفس البيت ونفس الظروف باختلاف الادوار، وكل الادوار مهمة ما تقلش عن بعض في الاهمية. ربنا خالق هو وهي زي البازل في كل حاجة. زي البازل ان زي ما اشوف شريكي مش كامل لازم اشوف نفسي كمان، ما هو انا كمان مش كامل، يعني الاتنين بيكملوا بعض. البازل الصورة هتبان لما كل القطع يكملوا بعض وكل قطعة تبقى في مكانها الصحيح مش في مكان تاني. رايح في داهية، داهية تاخدك انت وامك. انا 10 كوسة. الراجل دوره قائد، يشتغل ويصرف على البيت ويهتم بكل افراد اسرته ويحميهم. الست دورها تدير بيتها بتفاصيل جوزها واولادها وترجع لجوزها في اي قرار وياخدوه مع بعض. واخد بالك انت؟ ياخدوا القرار مع بعض، ولو في اختلاف في القرار في الاخر قرار الراجل هو اللي بيمشي، وده في الصح مش في الغلط. لا مصمم؟ ايوه. مخصوم منك 5 ايام. ومعروفة من زمان المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. بص يا ستي، ما تروحيش انت تدلعي بزيادة وتستحملي وتضحي بزيادة وتقومي بكل الادوار لحد ما يسقط من نظرك وتقولي ده مش راجل وانا تعبت. حتى لو مش انت اللي زرعتي فانت اللي سقيتي وراعيتي لحد ما وصل للنتيجة دي. اعرفي اللي ليكي واللي عليكي من البداية، وخلي بالك في فرق كبير بين الطيبة وبين السذاجة. الراجل السوي الطبيعي ما يمدش ايده على انثى، بيحترم ضعفها وطبيعتها. والانثى السوية الطبيعية ما ينفعش تناطح الراجل وكلمة بكلمة وصوتها يعلى عليه. فاكرين الطريقة اللي السندريلا لما اتزنقت اتكلمت بيها؟ اقوى سلاح عند المرأة هو انوثتها، يعني مش هتغلبيه لما تغلطي وتعلي صوتك، هتكسبيه بانوثتك وبضعفك اللي هو قمة القوة، وانت هتكسبها برجولتك وحنيتك واحتوائك بالمداعبة والكلمة الحلوة. اعرف مفاتيحها هتلاقيها تحت امرك وبين ايديك. الست مهما تبان قوية فهي محتاجة شخص يحتويها ويقدر يظهر أنوثتها وطبيعتها، والراجل مهما كان جبروت لكن محتاج الست اللي تظهر الطفل اللي جواه وتهتم بكل تفاصيله. في الاخر اتمنى نطلع حتى لو بجملتين بس ان الراجل والست فريق واحد وبيكملوا بعض، وان نقبل عيوب بعض عشان محدش فينا كامل، والاهم نشترك في القناة عشان نشوف الحلقات اللي جاية ونبقى نشوف الحلقات اللي فاتت. سلام. احنا ولاد دلوقتي